مرحبا بالجميع بقناتي. اليوم راح اسوي معاكم اسهل والذ كيكة فانيليا بالفراولة. كلكم راح تجربونها وراح تحبونها مع صوص الفراولة الخرافي بخطوات مرة بسيطة وسهلة. شايفين كيف اللذاذة؟ مرة لذيذ، لا تفوتكم مع الكريمة والفراولة ولا اطعم من كذا. طعمها مرة لذيذ. هذه الطريقة بالذات مرة لذيذة، مرة طرية الكيكة، وطعمها مرة ملي بالنكهات وغنية بالفراولة. مرة لذيذة، لو جربتوها راح تتأكدون من كلامي. بس قبل لا نبدأ لا تنسون تشتركون في قناتي وتفعلون زر الجرس، ويلا على طول نبدأ. بالبداية راح نحتاج 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة. راح اخفقهم مع 3/4 الكوب من السكر وملعقة وسط من الفانيليا. تقدرون تحطون فانيليا سائلة. نبدأ نخلطهم كويس لحد ما يتغير لون البيض ويصير لونه فاتح. انزل عليهم 1/4 كوب من زيت النباتي. تقدرون تحطون زبدة مع كمان خفقتها شوي. بعدين راح انزل 40 جرام من الزبدة المذابة مع نصف كوب من الحليب. ذوبت الزبدة مع الحليب وبكذا أضيفها على الخليط. أخلطهم لحد ما تمتزج المكونات. بعد كذا راح أضيف 1.25 كوب دقيق منخول مع ملعقة وسط من البيكنج باودر. أنخلهم على الخليط السائل وأخلطهم شوية لحد ما تمتزج المكونات. ما أكثر خلط، شوي عشان ما تخرب معاي. وبكذا صار الخليط جاهز عندي انه يدخل الفرن. بصينية مدهونة بزيت راح انزل الخليط عليها وادخلها الفرن من تحت تقريبا 20 دقيقة الى 25، من 20 الى 25 ومع التحمير. الحين راح اسوي صوص الفراولة. احتاج طبعا فراولة. راح احتاج 1 كوب من الفراولة مقطعة، تقدرون تقطعونها صغار. بعد كذا راح اضيف نصف كوب من السكر واحط لهم شوية موية، رشة موية، ومجرد ما تغلي مع بعض وتكون جاهزة. الحين راح اسوي الكريمة، وهي عبارة عن ظرف دريم ويب او تقدرون تحطون كريمة سائلة مع 1/4 كوب من الحليب عندي، وكذا صارت جاهزة. هنا المربى أو صوص الفراولة صار جاهز بهذا الشكل لحد ما يثقل وتذوب قطع الفراولة، وبكذا صار جاهز عندي. هنا خلصت الكيكة. ما أقول لكم على ريحة كيكة الفانيليا، جدا لذيذة. صارت جاهزة والتحمير ممتاز. أبدأ الحين أحطها بصحن التقديم ونوزع عليها الصوصات والكريمة. هنا عندي صوص الفراولة اللذيذ. أبدأ أول شيء أحط الصوص الفراولة. طبعا تقدرون تحشونها، تقطعونها من النص وتحشون الكيكة، بتكون برضو حلوة. بس أنا اليوم خليتها كذا كلها على الوجه. وحطيت الحين الصوص الفراولة والكريمة عليها، وأوزع الكريمة وراح أزينها بالفراولة وأدخلها الثلاجة 1/4 ساعة تقريبا وتصير جاهزة. ما أحكي لكم على اللذاذة والشكل والطعم، مرة مجنون ولذيذ. لازم تجربون هذه الوصفة. شايفين اللذاذة؟ من أحلى الكيكات اللي سويتها كيكة الفانيليا بالفراولة. مرة جربوا هذه الطريقة، متأكدة راح تعجبكم. إذا جربتوها اكتبوا لي تحت في التعليقات وراح أشوف تعليقاتكم. وبس كذا خلصت وصفتنا. يا رب عجبتكم، وراح أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة بإذن الله. ومع السلامة.